بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنتكلم على شيء عجيب جدا، وهو الموت وطلوع الروح وحياة البرزخ. الحاجات دي في العلم ازاي وفي الإسلام ازاي، وازاي العلم بعد كده أثبت اللي موجود في دين الإسلامي بإعجاز عجيب جدا. يعني مثلا زمان كانوا بيقولوا حياة البرزخ دي مش علمية تماما، وان مفيش حاجة اسمها حياة البرزخ، ودي حاجة من ضرب الأوهام والخيال. لكن بعد ما عرفوا بعد كده ان الروح عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، ممكن تبقى تتشاف الموجات الكهرومغناطيسية دي وتتسمع، لو بس في عالم يعني او في تردد غير التردد بتاعنا. وبالتالي انه ممكن فعلا اما البني ادم بينام يقابل الناس دي، فالموجات الكهرومغناطيسية تقدر تتقابل، لان النوم بيخلي اللي هو الموسى الصغرى زي ما كان الاسلام بيقول. مرحلة ما قبل الموت بتختلف من ناس للتانية. يعني في ناس درسوا ان اخر كم اسبوع قبل الوفاة في الناس الكبار السن في دور المسنين يبدأوا يلاحظوا سلوكيات البشر، فتنقسم الى قسمين. قسم بيحسوا انه فيه هدوء وسكينة وسلام وانتظار، احساس بالانتظار شيء مفرح وحدث مفرح ليهم. في ناس تانية غضب وانفعال وعصبية غير مبررة وسلوك عدواني غير مبرر، وكأنه منتظر مصيبة تقع عليه. كمان طلوع الروح، سبحان الله، طلوع الروح عجيب جدا. لقوا ان في ناس بيبدأ طلوع الروح من الفص الايمن، وبعدين الفص الايسر، وبعدين الجهاز التنفسي، وبعدين القلب. وفي ناس ثانية تبدأ بالفص الايسر، وبعدين من الفص الايمن، وبعدين الجهاز التنفسي والقلب. لقوا اللي بيبدأ بالفص الايمن بيبقى روحه بتطلع بمنتهى السلاسة وما بيعانيش، بعكس اللي بتبدأ بالفص الايسر بيعاني جدا بشدة اثناء طلوع الروح. مين اللي بيتحكم في الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. برضو كنا زمان يقول لك او القرآن كان يقول لك فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد، اللي هو بتبدأ تستعيد ذكرياتك قبل الوفاة وتبدأ تشوف مقعدك من النار ومن الجنة. لقوا ان فعلا بيحصل شريط ذكريات في حالة الوفاة، وده عرفوه من الناس اللي وقفت عضلة القلب منهم فترة وبعدين عادوا للحياة. بيبدأوا فعلا يقول لك فعلا حياتنا كلها جت في شريط، انهم ماتوا ورجعوا للحياة تاني. فمن الناس دي عرفوا ان فعلا بيحصل كده للمتوفيين. طب الموضوع ده قالوا انه في المخ. قال لك لا، ده للناس اللي بيجي لهم اصلا عندهم جلطة في المخ او كده وبتطلع روحهم برضو بيحصل لهم كده. يبقى اذا الموضوع ده مش في المخ، ده في الجوارح. وفعلا كل ما بيطلع جرحة بتطلع الشريط الخاص بيها، رجلك عملت ايه وايدك عملت ايه، وده بيتناسب للقرآن وما تشهد ايديهم وارجلهم زي ما مكتوب في القرآن بالظبط. ثالث حاجة ان انت بتشوف مقعدك في النار او في الجنة. ففعلا اثناء طلوع الروح او لقوا ان بالاشعاعات المقطعية والرنين المغناطيسي ان مركز البصر في المخ بيبقى فيه نشاط غير طبيعي، وده بيدل انه بيشوف حاجات ممكن جدا ما يكونش بيشوفها البشر العادي. فسبحان الله، ابحاث كلها عملها غير المسلمين على الموت وعلى الاحتضار وعلى عذاب القبر او مرحلة البرزخ وعلى طلوع الروح وكيفية الموت، وكلها بتنطبق
على الإعجاز الإسلامي وإعجاز القرآن في موضوع الموت. فموضوع الموت ووجود الحاجات دي بالتفاصيل في الدين الإسلامي من غير ما احنا نحاول ان احنا اللي نكتشفها وغير المسلمين اللي بيكتشفوها، ده شيء معجز جدا للدين الإسلامي، بيقوينا إيمان وبيقوينا يقين برحمة ربنا الكبيرة. ربنا يحسن ختامنا جميعا، ويجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويخرجنا من الدنيا على خير برحمته وفضله وجوده وكرمه برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.